بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أديو جولي سيتي، والله ما تزيدي تدي صوتي. تأكد كل ما قلناه وما كنا نخشاه، وهو عزل محرز وإبعاده عن المقابلتين النهائيتين، والتنكيد عن فرحته وفرحة متابعيه من أبناء جلدته من الجزائريين والعرب. تتويج كان أمر من الحنظل، لم يكن له طعم، وحتى وإن عاد على محرز بالفائدة المادية واللقب المنقوص، لقد عاهد ووعد غوارديولا وأوفى بوعده، وأبقاه على كرسي البدلاء كعادته، باعتباره البديل الرسمي للسيتي، ولا سيما في المواعيد الهامة والتاريخية، بالرغم من كل ما قدمه محرز للسيتي طيلة الموسم. نكران الجميل أصبح من صفات دونكيشوت، يعصر الفاكهة ويرمي قشورها بعد استعمالها، والتلذذ بطعمها لوحده. كل المتابعين لشأن السيتي لم يفتهم خبز الفرطاس ولا تصرفاته الغبية. نحن شجعنا هذا الفريق ليس لزرقة عيونه ولباسه، وإنما كان ذلك لمساندة جزائريين من أبنائنا فقط. وما دام هذا الجزائري يرى أنه مرتاح في هذا الفريق ومنتفع، فهو حر في قرارته، كما أن المشجع أيضا حر في قرارته. ومن خلال ما يتردد، فإن الأغلبية الساحقة تعلن طلاقها الموسم القادم إن شاء الله مع السيتي، ولن تكون من المشجعين لهذا الفريق حتى وإن بقي فيه محرز. أما وإن أعلن هو أيضا طلاقه مع السيتي وراح لوجهة أخرى، فسيجدنا وراءه ندعمه كما فعلنا في كل وقت. نحن نتمنى الطلاق مع السيتي، وخاصة مع غوارديولا المنافق، وعدم القبول بالذل والمهانة، ولكل رأيه. والسلام، ودمتم.